حلقة اليوم عن فيلم 1917 ذو اللقطة الواحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنتوا بالعالم. منرحب فيكم في قناة قوس قزح. إذا كنت لأول مرة بتسمعنا بتمنى منك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وطبعا لا تنسى الضغط على زر الإعجاب بعد ما تشوف الفيديو. حلقة اليوم مميزة كتير بالفيلم الأسطوري البريطاني 1917، فيلم الحرب والدراما والتشويق 1917، لوحة فنية متقنة من حيث السيناريو والأداء والتمثيل والتصوير والإخراج، يعني حرفيا لوحة فنية بصورة فيلم بكل ما تحمله الكلمات من معنى. انك تشوف فيلم كامل بدون انقطاع الكاميرا عن التصوير. طبعا هذا تعبير مجازي فني، ولكن احترافية المخرج انه انتقى اوقات مناسبة لايقاف التصوير وبدء تصوير جديد ودمج الفيديوهين مع بعض، ولكن بدون ان يشعر المشاهد ابدا انه نلتقوا مع بعض. انه المصور بيضبط الكاميرا على فتحة عدسة محددة وسرعة اغلاق محددة وشد التيار للحساسات. هذا الشيء كتير معقد لتغيير نموذج الإضاءة إذا كان في غيوم أو شمس، ونوعية حرارة الألوان الموجودة وقوة إضاءة الألوان صدقوني غاية في التعقيد، وبغض النظر عن الفواصل بين المشاهد يلي بتعطي للمخرج انه يوقف الكاميرا. خلينا نحكي عن المشاهد الطويلة اللي صورها. يعني انك تجهز مساحة كبيرة من الممثلين، والتجهيزات دائما بتكون وراء الكاميرا مع انه الكاميرا عم تتحرك. يعني لما الكاميرا بتكون عم تصور المشهد بيكونوا الممثلين وفريق الاخراج في خلف الكاميرا عم بيحضروا المشهد التالي تلقائيا. تخيل هذا الشيء وتخيل المشهد بنفسك. الكاميرا سينمائية مع ميكروفونات، وبتعدي الكاميرا فوق الممرات المائية، يعني محمولة مرة على جيمبال ومرة على سيارة ومرة على ظهر رافعة ومرة على ميتور ومرة على درون طائرة، وبعدين بتفوت بنفق أو أماكن ضيقة، وطبعا محمولة على جيمبال وتحكم بالفوكس بدقة متناهية. باختصار إبداع هائل. تصورت المشاهد كالعادة، والفن الكامن في مطابقتها ودمجها مع بعض لتظهر هيك وكأنها لقطة واحدة. والجميل بالموضوع أنه أحداث القصة تبدأ بالنهار وتنتهي قبل بزوغ الشمس في صباح اليوم التالي. الفيلم ذكرني بفيلم آخر، وكانت فكرة التصوير غير تقليدية أبدا وبالفعل إبداعية ورائعة وجديدة. فيلم هاردكور هنري، ويلي كان تصويره أشبه بألعاب القتال مثل كاونتر سترايك أو AGA. بتشوف الفيلم كامل بعيون شخص واحد فقط، وبتشوف كل شيء عبر عيونه، وكان إخراج الفيلم صعب جدا لأنه الكاميرا بتتحرك كما تحرك رأسك أنت لو كنت عم تمثل دور بفيلم أكشن. بالعودة لفيلمنا اليوم، رح استعرض الفيلم واسرد أحداث القصة كاملة ونحلل معطياته ونشوف تقييمه. تابعوا الفيديو للأخير لتكون عندكم فكرة منيحة عن الفيلم وعن مدى الإبداع الهائل في إخراج الفيلم. أنتج الفيلم عام 2019 في بريطانيا. الفيلم من إخراج سام مينديس، تصوير روجر ديكنز، وموسيقى لتوماس نيومان. اشترك في كتابة السيناريو سام مينديس وكريستي ويلسون كيرنز. القصة مستنبطة جزئيا لرواية قيلت شفويا لمنديس من قبل جده الأب ألفريد منديس. مدة الفيلم 119 دقيقة. البطولة لجورج ماكاي بدور ويليام، ودين تشارلز تشامبان بدور توماس، ومجموعة أخرى من الممثلين البارعين. الفيلم من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز. بلغت تكلفة الفيلم بما يقارب $100 مليون، أما الإيرادات فبلغت $375 مليون، وتم طرح الفيلم كنسخة رقمية من الشركة المنتجة وتسويقها إلكترونيا. تصوير الفيلم كان بالقرب من مدينة غلاسكو في اسكتلندا وحول نهر تيز في المملكة المتحدة البريطانية. يقيم الفيلم على موقع IMDb 8.3 من 10، وحسب تقييمي بياخد 9.3 من 10. قصة الفيلم: في ذروة الحرب العالمية الأولى بين دول الحلفاء ودول المحور، وفي شمال فرنسا ضمن منطقة تماس مباشر مع القوات الألمانية أو دول المحور.
اخوة اثنين بيخدموا بالجيش البريطاني يلي كان جيش محارب مع دول التحالف يلي كانت عم بتحارب الألمان ودول المحور في الحرب العالمية الأولى، وبيكون واحد منهم عم يخدم ضمن كتيبة مكتوب عليها الإبادة تماما من قبل الألمان. بيتم تكليف بلايك وسكاوفيلد ليروحوا وينقذوا الكتيبتين من موت محتم وإبادة لأكثر من 1600 جندي بريطاني، ومن بيناتهم أخوه لبلايك أخوه الكبير، لأن الألمان قطعوا كل خطوط الهاتف الميدانية قبل ما يطلعوا من المنطقة، ولازم إيصال رسالة لقائد الكتيبة لإيقاف الهجوم لأنه نصبوا الألمان فخ محكم. وبالطريق بيلاقوا صعوبات من جميع الأنواع، بيشوفوا مناظر مرعبة من أكوام الجثث المتفسخة والمفخخات، طبعا الجو بارد والأرض مبلولة ومليانة برك من المياه ما عدا الجرزان والدخان الكثيف، وطبعا من فوقهم الطيران لازم يتخبوا من القناصة ويأمنوا طعامهم وشرابهم. وكالعادة بيظهر المخرج أن الجيش البريطاني كتير قوي وذو أخلاق عالية ومهنية وحنون على المدنيين، والجيش الألماني بعكسه تماما، منهزم ومتعجرف وبدون أخلاق. وبيظهر بشكل خفيف أن الهنود والأفريقيين كانوا مشاركين بالحرب لصالح بريطانيا طوعا وليس كرها. بالطريق بيتعرض بلايك للطعن بالسكين وبيموت، وبيكمل سكاوفيلد الطريق لوحده وبيشق طريقه عبر مدينة تحت سيطرة الألمان ونهر جارف مع شلال. بالأخير بيوصل للكتيبة المقصودة وبيحاول يحكي مع الضابط المسؤول وبيتعذب ليلاقيه، إلا أنه بيكون في الجبهة عم يرسل الجنود على دفعات إلى حتفهم، وبيدخل لعنده على غرفة العمليات عنوة وبعد مشقة، وبيقدر أخيرا أنه يوقف الهجوم ويمنع الإبادة، وبيلتقي بأخو بلايك وبيحكي له كيف أخوه مات. الفيلم بيشجع النخوة بين الجنود يلي ماتت من زمان وصارت المصلحة يلي هي بتحكم بين الناس، بيشجع محبة الأخوة يلي فقدها الغرب منذ مدة طويلة. من أجمل ما قالوه بالفيلم عبر وحكم: لا يهم إن كنت تذهب إلى الجحيم أم إلى عرش مجيد، إنه يبلغ وجهته أسرع من يذهب ويشقها وحيدا. لن تنتهي الحرب إلا بطريقة واحدة، من يصمد أخيرا يكن النصر له حليفا. الفيلم من أجمل أفلام الحروب لموسم العام 2020، وشوفته نصيحة ومتعة كبيرة للي ما شافه. للمزيد عن الفيلم حطيت روابط في صندوق الوصف، دعاية الفيلم ورابط المشاهدة عبر اليوتيوب، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة للجميع مسبقا. تابعوا قناتي لتشوفوا استعراض أفلام تانية ومهمة، وبعد ما تشوفوا الفيلم اكتبوا رأيكم في التعليقات. هذا الشيء بيشجعني أن أعمل فيديوهات تانية عن أحدث الأفلام وعن قائمة أفلامي المفضلة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد من استعراض ومراجعة وشروح وتحليل ونقد أحدث الأفلام. كان معكم منير من خلف المايك، بتمنى لكم يوم سعيد. تحياتي لكم، سلام. If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. They're walking into a trap. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. Last man standing. I'm going back to see my father. We need to keep moving! Come on! I'm going there, no more to run. We can't possibly make it that way, man! You bloody insane! If
you don't get there in time, we will lose 1,600 men.